ازيكم عاملين ايه؟ قبل هوجة الاسعار، قبل ما كنت تنوي تجيب عربيه، كنت بتسال اي حد اجيب عربيه نوعها ايه، فكان اول حاجه بيسالها لك انت ايه احتياجاتك من العربيه. احتياج العربيه بيختلف من شخص لاخر، يعني مستحيل شخص شغله في مناطق صحراويه كلها مدقات ونقر وحفر احتياجه العربيه هيكون بالظبط زي واحد شغله مثلا في مدينه نصر جوه المدينه، زي احتياجه لشخص عنده عيلة مكونة من 5 أو 7 أفراد. في الحالة الأولى هيحتاج عربية غالبا SUV بسعة محرك كبير وبعزم كبير عشان يقدر تسافه في المدقات والنقر. في الحالة التانية هيكون محتاج عربية هاتشباك أو سب كومباكت سيدان وهتكون كافية جدا ليه. وفي الحالة التالتة هيكون محتاج مثلا عربية ميد سايز سيدان أو ستيشن واجن. إيه بقى السب كومباكت سيدان؟ وإيه الهاتشباك؟ ومين أصلا ستيشن واجن ده؟ وغيرهم كتير. وبناء على إيه العربيات أصلا بتتصنف سيدان أو هاتشباك؟ وإيه الاستفادة من التصنيف؟ ما هي عربية بأربع عجلات بتمشي وخلاص. كل الأسئلة دي إجابتها في حلقة النهاردة، فقبل ما نبدأ جهز قهوتك أو مشروبك المفضل ويلا بينا نبدأ. ليه العربيات بتتقسم لفئات؟ عشان الضرايب والتراخيص وكل الأوراق اللي بتكون خاصة بكل دولة. والسبب التاني والأهم عشان تقدر تقارن بين العربيات بشكل صحيح. بناء على المنطق ده ما ينفعش أجي أسألك هو أنهي الأسرع، الغزالة ولا السمكة؟ زيها بالظبط ما ينفعش أقول لك هو أنهي أحسن، الكابي كانتو ولا BMW سيريس 3. تعال نقسم العربيات لثلاث أجزاء. الجزء الأول الكبوت، الجزء الوسطي اللي هو مكان الركاب، والجزء الخلفي الشنطة. دي عربية سيدان، لو شلنا الشنطة منها بقت عربية هاتشباك. طب لو خلينا الشنطة بس خلينا الشنطة وهي تفتح مع الإزاز الخلفي بقت عربية ليفت باك. طيب لو رفعنا الجزء الخلفي بتاع الشنطة وزودنا المساحة الخلفية شوية بقت عربية ستيشن واجن. طب لو رفعنا السقف بتاع الستيشن واجن شوية ماشي بحيث يدي مساحة للركاب اللي هيقعدوا ورا هتبقى عربية MPV. طب لو رجعنا للعربية الهاتشباك ووديناها الجيم وخليناها عربية منفخة وجبنا لها سعة محرك كبير بقت عربية كروس اوفر او SUV. عارف انت صاحبك اللي يجي ينطق كلمه بالانجليزي وينطقها غلط فانت تيجي تصلح له البرونسيشن بتاعها يقول لك لا يا صاحبي انا بنطقها انا بنطقها امريكي انت بتنطقها بريتش. هو ده بالظبط انتقل لتصنيف العربيات، بقى في تصنيف امريكي وتصنيف اوروبي وتصنيفات تانية كتير، بس الاساسي اللي بيكون بيصنفوا عليه بيكون الامريكي والاوروبي. دلوقتي احنا صنفنا العربيات لسيدان، هاتشباك، ليفت باك، ستيشن واجن، MPV وSUV او كروس اوفر. اخواننا الامريكان والاوروبيين يسكتوا؟ لا طبعا، عملوا جوه التصنيف ده تصنيف كمان. الامريكان سموها سب كومباكت تحت المدمجه، كومباكت المدمجه، ميد سايز وفول سايز. اما الاوروبيين كانوا مكسلين وخلوها بس A B C D E F. مثال العربيات السب كومباكت سيدان او سيجمنت بي زي الهيونداي اكسنت او الفيرنا او كيا ريو. وفئه الكومباكت اللي هي سيجمنت سي وهي اشهر فئه موجوده في مصر بتشوف منها كتير زي الهيونداي الانترا، الكيا سيراتو، الشيري اريزو والتويوتا كرولا، واخيرا وليس اخيرا الشيفروليه كروز. الفئه اللي بعدها اللي هي ميد سايز سيدان وهي فئه الدي بالتصنيف الاوروبي. فئة الدي بتشمل الشيفروليه ماليبو والفورد فيوجن والاوبل انسيجنيا، واخيرا وليس اخيرا فئة الفول سايز اللي هي زي مرسيدس اس كلاس او BMW 7 سيريز. تعال نعمل فلاش باك بسيط كده ونرجع لفئة الكومباكت سيدان. شايف كومباكت سيدان دي هنجيب بس كلمة بس بسيطة من هنا هنخليها اكزيكتيف كومباكت سيدان او هتبقى luxury كومباكت سيدان. الكلمة دي كفيلة ان هي تزود سعر العربية 200,000 جنيه او يعني رقم معين، رقم بينقلها من الفئة بتاعتها ويبقى كسعريا في الفئة اللي بعدها او فوق اللي بعدها عادي جدا زي موجود في مصر. يعني مثلا زي المرسيدس سي 180 او BMW سيريس 3. البي ام دبليو والمرسيدس سي 180 سعرهم اعلى من الشيفروليه ماليبو والفورد فيوجن والاوبل انسيجنيا في مصر اللي هو ميد سايز سيدان اللي هو فئه اصلا اعلى من الكومباكت. وهنا الفئه دي اسمها فئه اللي على راسها ريشه، ده اسمه كشري. هنا في مصر اسمه كشري. رحنا بعيد شويه رحنا للهند بقى اسمه كيتشدي. طب رجعنا تاني شويه كده عند الشام بقى اسمه مجدر. ايوه انا اقصد ايه دلوقتي؟ ايه علاقه الكشري بالعربيات؟ اللي انا اقصده ان العربيات
ممكن في بلد معينة أو في منطقة معينة بتكون بتنافس في فئة السب كومباكت سيدان، بس في مكان تاني بتنافس في فئة الكومباكت سيدان. مثال لكده زي الشيفورليه لانوس. الشيفورليه لانوس بره بتتصنف از كومباكت سيدان، بس هنا بنعملها فئة سب كومباكت سيدان زي الفيرنا والاكسنت الار بي والكيا ريو. ده بيرجع لايه؟ بيرجع لاغلب الاحيان الفئه السعريه. الفئه السعريه اللي بتحط العربيه بشكل كبير هي موجوده في انهي فئه؟ ممكن عربيه تكون سب كومباكت سيدان بس سعرها عالي شويه فينططها يخليها كومباكت سيدان. ممكن العربيه دي بتتجمع في الدوله هنا فيكون سعرها منخفض فتقدر تنافس في العربيات اللي هي السب كومباكت سيدان. ده برضو كنا بنشوفه في عربيه الهيونداي الانترا الشكل القديم بتاع 2017 اللي هي كانت بتتسمى الشكل الجمل. شكل الجمل ده لما بيتجمع في مصر هنا في سنة 2007 من أول 2017 بقى بينافس في فئة السب كومباكت. زائد إن التصنيف ممكن بشكل بسيط جدا شركات العربيات تضرب مفك في التصنيف وتخترع تصنيف جديد جدا. زائد ان التصنيف ممكن يتغير بسهوله من كل شركه للتانيه. كل شركه ممكن تيجي تضرب المفك اللذيذ في التصنيف وتخترع تصنيف جديد. زي ايه؟ بنشوف هنا احنا عندنا في العربيات العربيه ام بابين اسمها كوبيه او كوب. كلنا متفقين على كده. انا متفق على كده، الراجل اللي قاعد هناك ده متفق على كده، الراجل اللي بعديه عند المسجد ده قاعد متفق على كده. طيب تمام، ايه بقى اللي حصل؟ والله اللي حصل ان جت شركه مرسيدس ضربت مفك لذيذ في التصنيف وقالت لك بص، انا هصمم عربيه يكون 4 ابواب مش بابين، بس هخلي السقف بتاعها منحني شويه نفس الانحناء بتاع الكوبيه، وهتبقى تسمى ايه؟ كوبيه رباعي الابواب. طيب تمام، احنا طبعا كلنا فاهمين ان شركه مرسيدس وشركه بي ام دبليو نائر ونقير بينقروا في بعض. فشركه بي ام دبليو تسكت؟ لا طبعا ما سكتش. فجت عملت ايه؟ جابت العربيه الاس يو في اللي هي بي ام دبليو اكس 5 اللي هي دي، هي عربيه اس يو في وكروس اوفر زي ما احنا شايفين. فجت خلت السقف بتاعها مايل بنفس الدرجه بتاعه العربيه الكوبيه. راحت سميتها عربيه ايه؟ اس يو في كوبيه. المهم من الفيديو اللي انا عايزك تستفيد بيه او اللي يوصلك في الاخر ان تصنيفات العربيات دي مهمه ليك جدا، عشان بتخليك انت عارف هتشتري ايه، وبتخلي العربيه دي تكفي احتياجاتك. بتخلي موضوع شراء العربيه اسهل بالنسبه لك، وتختار العربيه اللي انت محتاجها واللي انت عايزها. ما تكونش انت احتياجك في عربيه تانية خالص وفي الاخر يجي لك عربيه انت مش هتستفاد بيها وهتسبب لك اصلا مشكله. العربيات هي وسيله، العربيات هي حاجه بتسهل علينا حياتنا اليوميه. فانت ما بالك هتختار عربيه تخلي الموضوع صعب؟ بس في نفس الوقت التصنيفات دي مش قرآن. فانت لو لقيت شخص بيختلف معاك في التصنيف او انت اختلفت معايا في تصنيف العربيات فده شيء وارد جدا، لان ده حاجة عالمية مش حاجة موجودة بيني انا وانت وحد تالت فممكن نتفق عليه. حاجة عالمية عادي جدا تاني يوم تختلف. ممكن تاني يوم يقولوا عربية الاس يو في دي والله هنسميها عربية سيدان اكس لارج. سموها كده خلاص، سموها كده، مفيش عليهم قيود، مفيش مشكله في الدنيا هنا. فاللي انا اقصده تاني ان تصنيفات العربيات عادي بتختلف باختلاف المناطق. عادي جدا تختلف معايا، عادي جدا انت تختلف مع زميلك في تصنيف العربيه، مفيش اي مشكله. المهم ان في الاول وفي الاخر تصنيف العربيات ده موجود عشان يسهل عليك شراء العربيه مش اكتر ولا اقل. واخيرا اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وانزل قول لي رايك تحت في الكومنتات. سلام.